السلام عليكم يا شباب. هنتكلم النهارده على قضية القرن، مش في صفقة القرن ونادي القرن ومش عارف ايه القرن. النهارده هنتكلم على قضية القرن. اللجنة الأولمبية قالت لك يا باشا أكلك حمضان وبايظ، وخد يا باشا شكوتك مرفوضة، وقضي الأمر يا شعلان. بس النادي طبعا بيثبت عشان شكله ما يبقاش وحش. لا يا باشا معلش، عندي طبخة تانية ممكن تدوقها. أنا مكتر بشاميل هنا ومظبط شوية ورق وشوية حاجات وشوية محتاجات وحاجات غريبة كده. النهارده خلاص مفيش فساد في اتحاد الكوره، الرابطه، اللجنه الاولمبيه. انت زعلان ليه؟ انت راجل انسحبت من الماتش بدون مبرر. انا مش عارف بصراحه مجلس اداره النادي الاهلي عمل ليه كده. هو حفر حفره لنفسه وكان ماشي كويس، واحده واحده كده حفر حفره لنفسه ووقع فيها. انا مش عارف انتوا ايه اللي عملتوه معانا، ايه الواجب ده؟ يعني لو كنتوا لعبتوا الماتش والزمالك كان جو، الاهلي كان جو الماتش اتلعب والزمالك كسب يا عم، تمام، كان هيعمل ايه؟ هياخد 3 بونت وانت هتفضل زي ما انت يا باشا عملت معانا واجب. انت اديتنا بونص، ده مفيش واجب احلى من بونص يا باشا. رفعت لنا الدنيا، بقت انت كده فرق نقطه من تقريبا من 7 بقى نقطه واحده. الله يبارك لك في اولادك، بصراحه دلعتنا. ايه اللي حصل بقى بعد القرار ده ما جه وطلع واللجنه الاولمبيه قالت لك يا باشا شكوتك مرفوضه وقضي الامر؟ عياط وسويت وزعيق، انا البلد يا رفاعي. مفيش الكلام ده، خلاص خلاص. ودي بتبرر لك المينتاليتي بتاع جماهير الاهلي. بس نبدا الاول نشوف الاعلام والله العظيم. وانا قاعد كده قلت اكيد الاعلام دلوقتي هيقول لك ايه بقى، عشان طبعا يضيع الموضوع ده ويلغوش على الدنيا ويروح لقصه ايه بقى، اللي هو الصفقات والكلام ده وكاس العالم وفلوس والكلام ده. والله العظيم ما لحقت بفر كده لقيت قناه الاهلي الكابتن شوبير احنا صفقات جايه واعارات جايه. ومن رايي الشخصي على قناه النادي الاهلي بيقول من رايي الشخصي، دي قناه فئويه يعني قناه بتاعت حد، هو ما يقدرش يقول راي مجلس الاداره لان انت قلت لا، بعد كده رجعت تقول هكمل. انا من رايي الشخصي اللي احنا نكمل، ولسه احنا خسرنا مع يعني ماتش ما خسرناش المعركه وما ينفعش نلعب بالناشئين. وده بيجس النبض بتاعكم كاهلاويه. انا هو الراجل بصراحه فهمكم، فبي يعني بيديكوا طعم وانتوا اللهم صل على النبي بتبلعوه وكوبايه ميه ورا منه عادي. انا فاهم يعني هنتكلم عليكم دلوقتي، يعني ما عندكوش مشكله خالص. يمين ماشي يا اسطى، شمال ماشي يا اسطى، ما عندكوش مشكله يعني. عاش عاش، مات مات. يعني المينتاليتي بتاع جماهير النادي الاهلي هنتكلم عليه. انا عاوز اعرف انت الدماغ متركبه ازاي، تمام؟ انا عاوز افهم بس حاجه، يعني انت ساعات بيبقى عندك رايين عكس بعض والرايين صح. مثلا تمام، انت حضرتك مثلا جمهور وافي، اوفى جمهور في تاريخ العالم مش الكره المصريه، تمام، ونادي بطولات. طب ازاي؟ ما هو حضرتك بص، اللي بيبقى اوفى بيبقى فريقه مثلا ضعيف، يعني ليفربول الفرق دي ما بياخدش بطولات، فبيبقى فريقه ما بياخدش بطولات كل فتره، فالنادي وافي وجماهير وافيه بتروح تشجع فريقها ما بياخدش بطولات. انت ازاي نادي وافي وبتاخد بطولات؟ يعني ازاي بالله عليك؟ يعني انا محتاج اجابه من واحد اهلاوي، تمام، ويقول لك يا باشا انا بطولاتي باخدها بالعرق وبالجبين وبالموت وبالاكل وبالشرب وبالجبنه وبالبسطرمه وبالبيض، بياخد الحاجات دي كلها، تمام. ويجي مثلا ماتش زي ده هو ملوش حق ان هو ينسحب، يقول لك لا انا الماتش هيتعاد وهلعب بمزاج البطوله اللي على. طب يا باشا ما انت بتاخد كل حاجه براحتك كده، يعني انت عارف كده كاهلاوي، انت عارف ان انت بتاخد كل حاجه بمزاجك. طب ما انت عارف، ما بتشجع ليه؟ اقعد في البيت بقى، بطوله بكره بطوله بعده بطوله بعده، خلاص قضي الامر. قضي الامر. وخبر بقى احلى منه بقى طلع ورا منه، زيزو طلع في شنك ليك وخلاص. انا كنت منزل فيديو بس خلاص، زيزو طلع في شنك مش بتاعكم بقى بتاعنا. روح دور بقى على شويه صفقات كده هاتها من بره كده. طبعا تروح مش عارف تجيب لي مين ومين 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 ومين، تجيب شويه حاجات كده وتريزيجيه والكلام ده. روح يا باشا ربنا يسهل لك في كاس العالم بتاعك يا رب، وتاخد ملايين. خد ربنا يسهل لك، ابعد عننا ولم نفسك بقى وايه، خليك حلو كده. وهتعمل ايه في ماتش بيراميدز بقى؟ يعني بلغني انا اتفرج على الماتش مع بعضينا. يلا كل سنه وانتم طيبين.